الحمد لله خالق الخلق كلهم من تراب، وفارق ما بينهم في المعاني والآداب، رفع عن أبصار بصائر الأولياء الحجاب، وأشهدهم ما خفي عن غيرهم وغاب، فهم على باب الدلالة للخلق على الباب. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وشغل الغافلين الطعام والشراب، فهم في جمع الحطام بين المجيء والذهاب، يعمرون بالهوى أجسامهم والقلوب في خراب، وما ابيض لهم عرض حتى اسود الكتاب، فإذا عاينوا تفريطهم عند الموت بان المرتاب، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أحمده على ما عرض وناب، وأشهد بوحدانيته من غير شك ولا ارتياب، وأصلي وأسلم على رسوله محمد الذي عرج به فكان قاب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الحشر والحساب. أما بعد، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا طارق لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقي الفضيل بن عياض رجل مسرفا على نفسه بالذنوب. لقي الفضيل رجلا مسرف على نفسه بالذنوب، فقال له: يا هذا، كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: أنت منذ 60 عاما تسير إلى الله، توشك أن تصل. فبكى الرجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له: هل تعرف معناها؟ قال: نعم، أعرف أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل بن عياض: من عرف أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يدي الله، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال من جواب. فقال له: وماذا أعددت للسؤال من جواب؟ بكى الرجل وقال: ما الحيلة يرحمك الله؟ قال: يسيرة، أن تتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقي. من علم أنه ملك لله فليعلم أنه موقوف بين يدي الله،
فالناس في الوقوف على صنفين: منهم من ينظر الله جل وعلا إليه بعين الرضا فيرضى عنه، ومنهم من ينظر الله إليه بعين الغضب فيتساقط لحم وجهه. المؤمن الذي يتقي الله جل وعلا والذي يعلم أنه سيقف بين يدي الله ويعلم أن الله سيحاسبه على كل صغيرة وعلى كل كبيرة، فينبغي عليه أن يعد للسؤال من جواب: ماذا حالك لو سألك الله جل وعلا لماذا تركت الصلاة؟ ماذا حالك لو سألك الله جل وعلا لماذا أكلت أموال الناس بالباطل؟ ماذا حالك لو سألك الله جل وعلا لماذا ظلمت فلان؟ بأي إجابة ستجيب بها على ربك؟ لذلك حينما يقف العبد بين يدي الله يوم القيامة ويقرره الله جل وعلا بمعاصيه، يقول الله جل وعلا له: يا عبدي أظلمك كتبتي، أظلمك كتبتي، أترضى بالملائكة شهودا عليك؟ أترضى بالأنبياء أن تشهد عليك؟ أترضى بالأرض أن تشهد عليك؟ فيقول العبد الظالم: والله لا أرضى إلا بشاهد من نفسي، لا أرضى إلا بشاهد من نفسي. فيختم الله على فيه ويأمر الله جوارحه أن تنطق، فتقول اليد: يا رب بطشت، وتقول العين: يا رب نظرت إلى الحرام، وتقول الرجل: يا رب سعيت إلى الحرام، ويقول الفرج: يا رب زنيت. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. خذ بالك، من علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. لابد للإنسان أن ينتبه وأن يعلم أن متاع الدنيا مهما كثر فهو قليل. فشيخنا الفاضل قرأ قول الله جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل. مهما تتنعم في الدنيا فنعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة قليل. مهما تعيش في رفاهية فسوف تترك الدنيا وتخرج بكفن من غير جيوب كما ولدت من غير جيوب. فالإنسان يولد عريانا ويخرج من الدنيا عريانا ويترك الدنيا وما فيها، ويحاسبه الله جل وعلا على ما قدم في هذه الحياة. ذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل تجد فيه حرفا غير ما كان؟
فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل نادى الجليل نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا والموحدون غدا في دار الخلد سكانا. والموحدون غدا في دار الخلد سكانا. ينظر الله جل وعلا إلى المؤمن بعين الرضا فيرضى الله عنه، فحينما يدخل أهل الجنة الجنة وحينما يدخل أهل النار النار ينادي الله على أهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا، فيقول الله جل وعلا هل رضيتم عني؟ فيقولون وما لنا لا نرضى عنك يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيقول الله جل وعلا فإن لكم عندي وعدا قد أنجزكموه. فيقولون وما هو يا ربنا؟ فيقول الله جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يتمتعون بلذة النظر إلى وجه الله. أيها الأحبة، إن الحزن على طارق عميق، ووالله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، إن الله وحده هو الذي يعلم ما في قلبي من حزن لأخي طارق. فقد كان زميلا لي في الدراسة، ووالله الذي لا إله غيره ما علمنا عنه إلا كل أدب. طارق أحمد عبد العظيم حزن الناس عليه، وما حزن الناس إلا لحبهم له، وما حزن الناس إلا لأنه كان بشوش الوجه، وكان عنده حسن خلق وحسن أدب وحسن معاملة. لذا الكثير من أهل بلدتنا حزين عليه. وإن مصابنا ليس مصاب أسرته، وإنما هو مصاب القرية، لأنه كان مجامل لكل القرية. أسأل الله أن يغفر له، أسأل الله أن يجعل هذه الليلة أسعد لياليه، أسأل الله أن يجعل مرضه في ميزان حسناته. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم جاف الأرض عن جنبيه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، اللهم اسقه من يد حبيبك المصطفى شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.